السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية، هنعمل فيه شوية وصفات حلوين جدا. مش في وصفة واحدة، هما كذا وصفة. ده كان معايا اوردر وحبيت اصوره معاكم عشان الناس اللي بتقعد تقول لي انت الحمام مش بفرقع، الحمام بفرقع مننا وبنشوف صوره وانت بتنزليها مش حلو جدا، بتعمليه ازاي وكده. انا هقول لكم كل التفاصيل وكل حاجة في الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلوبكم و تستفادوا منه. تعالوا بينا نبدأ الفيديو كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونبدأ وصفتنا. بسم الله. انا ابتديت كده بس بالمحشي. طبعا حطيت بصل على النار، شوحته كويس. انا مش عايزه البصل ياخد لون، انا بشوحه. وبعد كده بنزل عليه بالطماطم، نزلت عليه بشويه من الصلصه لان الطماطم ما كانتش حمرا قوي، الطماطم اللي من دول صفرا شويه. فنزلت عليه بس بمعلقتين كبار من الصلصه، وبعد كده ضفت الطماطم. انا مسبكاه، كنت مفرزاه معاكم قبل كده في فيديو، وطلعت كيسين كده وعملتهم لتسبيكه المحشي. وضفت التوابل اللي انت تحبيها ضيفيها. انا ضفت كمون، كزبره، فلفل اسود، شويه من السبع بهارات. وكمان عندي خلطه توابل كده، انا ببقى اعملها، انا هبقى اعملها معاكم ان شاء الله لما تخلص مني. هبقى اعملها معاكم في فيديو وانا بعملها. وابتديت كده ونزلت بقى بالملح، ظبطت الملح بتاع الصلصه. وبعد كده الخضره اتغسلت كويس جدا جدا وقطعتها وضفتها على التسبيكه بتاعه المحشي وحشينا بالشكل ده. طبعا الاوردر ده كان حد عاوز، هو كذا اوردر يعني، كان في نفس اليوم، فحبيت اصوره معاكم. حد عايز محشي ني، وحد عايز محشي مستوي، وحد عايز ممبار ني كده. وبعد ما حشيت المحشي زي ما انتوا شفتوه كده، عملت كمان الممبار. ده كان ممبار واحده جايبهولي برضو اعمله، مش انا اللي شارياه. وخدته نضفته وغسلته، وبعد كده حشيته بالشكل ده. وبعد كده هنعمل الفرخه. التتبيله كانت عندي في التلاجة، كانت من الاوردر اللي فات، كنت مزوداها شويه. انا قلت لكم قبل كده اضربوه في الكبه او الخلاط، بصلايه كبيره، طماطمايه كبيره، شويه من ورقتين من ورق اللورا، وكمان شويه من الزعتر، وشويه ومعلقتين خل ومعلقه خل ومعلقتين زيت وعصره ليمونه. وحط التوابل اللي انت تحبيها بقى على الفراخ. انا بحط بهارات فراخ وفلفل اسود. تمام كده. كده التتبيله الفراخ معايا اتبلت وبقت زي الفل. شايفين الجمال بقى؟ لونها حلو جدا، هتشوفوها دلوقتي ما تطلع من الفرن. وبعد كده انا مسرعه لكم الفيديو شويه عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، فسرعته شويه علشان ما اطولش عليكم وكده. دلوقتي بقى هنعمل هنعصج اللحمه وهنعمل الكفته. قطعت البصل كده في الكبه وحطيته في طاسه على النار ومعلقه زيت، ما بكترش زيت لتعصيج اللحمه. وهضيف عليه اللحمه دلوقتي هنعصجها. ودلوقتي هنعمل الكفته. حطيت بصلايه في الكبه ومعاها قرن كبير من الفلفل وفصين توم، وضربتهم كويس جدا جدا، وهنزل بيهم على اللحمه. ده كان معايا كيلو كفته، كيلو لحمه هعمله كفته. هنضيف التوابل، فلفل اسود، شويه من السبع بهارات، ملح، وكمان رشه من الكمون. ولو عندك جنزبيل ادي رشه من الجنزبيل، هتبقى حلوه جدا. وكمان نص معلقه صغيره كده من البابريكا. وضفت الملح ظبطته، وكده الكفته معايا تمام. هتتعجن كويس جدا جدا وهصبعها، وبعد كده هدخلها الفرن. تمام كده. نكمل بقى تعصيج اللحمه. انا كده البصل دي زي ما انتم شايفين كده، انا مش بديله لون برضو، بس بشوحه تشويحه بسيطه مع معلقه زيت بس. وبشوح البصل، وبعد كده هنزل باللحمه. طبعا النار عاليه. هضيف بقى عليها التوابل، انا عصقتها معاكم قبل كده بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهضيف لها التوابل، ضيف التوابل اللي انتوا تحبوها. وكمان ضفت قرنين فلفل اخضر، وكانت معايا جاهزه عشان العصاق ده هنعمل منه جلاش. ودلوقتي تعالوا نعمل الحمام. بصوا خلطته رهيبه. حطيت بصله شوحتها مع الكبد والقوانص، شوحتهم كويس جدا جدا. وده المحشي اللي انا حشيته معاكم برضو. التاني اللي كان في الطبق ده خرج ني، صاحبه الاوردر هي هتسويه. وده صاحبته عايزه ان انا اسويه، فهسويه. تمام. يبقى ضفت بصلايه مبشوره، شوحتها مع الكبد والقوانص كويس جدا 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 لغايه ما اخدوا لون. وبعد كده نزلت بالرز شوحته كويس جدا. وبعد كده ضفت بالميه وضفت التوابل، فلفل اسود وشويه من البهارات.
وهظبط الملح. مفيش عندك البهارات فراخ، هتضيفي بس فلفل اسود، اصلا الحمام هي التتبيله بتاعته فلفل اسود. تمام كده، وهسيبه بقى تستوى وهسيبها تبرد. على ما تبرد نكون عملنا الجلاش. تعالوا ده لفه جلاش، ده نص كيلو صافي. تمام، هنجيب الصينيه دي، صينيه مقاس 30، وهبتدي ارص ادهنها كويس جدا جدا بالسمنه والزيت، وهبتدي ارص الجلاش. الجلاش هنا الصينيه، انا الجلاش انا مش بتنيه، ده بس كانوا ورقتين من فوق كده، ابتديت بيهم كده، لكن انا بخرج نص الجلاشايه بره الصينيه، والنص التاني في الصينيه، مش بقطعها ولا بتنيها. هتشوفوا دلوقتي ما بين كل ورقتين جلاش بدهن دهنه من السمنه والزيت. تمام، لو مفيش عندك سمنه اشتغلي بزيت بالشكل ده كده. وخلصت كده الكميه، وضفت بقى اللحمه كده في النص، وهبتدي برضو ما بين كل ورقتين وورقتين هندهن دهنه. طبعا انا مولعه الفرن علشان الفرخه في الفرن بتستوي، بشويها. وقطعت كده الجلاش، وجبت بضايه احط عليها رشه من الفلفل الاسود، وكوبايه من الحليب. يبقى دي صينيه مقاس 30، حطيت فيها لفه من الجلاش، وعصقت اللحمه وظبطتها زي ما انتم شايفين كده. ضفت قطعتيها وضفت عليها كوبايه من الحليب، عليها بضايه ورشه من فلفل اسود. ما تضيفوش ملح، انا بكتفي بالملح اللي في العصاج عشان ما تحدقوش الجلاش. وده الحمام انا كنت غسلته ونقعاه في ليمون ورشه من السكر وشويه من السكر وشويه من الملح، وحشيته زي ما انتم شايفين بالحشوه اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. وده الحمام ما شاء الله. حطيت الميه تغلي على النار، ضفت بصلايه كبيره وطماطمتين وفصين من الثوم وحبهان وورقتين لورا، ونزلت اما الميه غلت كويس جدا نزلت بالحمام على ظهره. تمام، هننزل بالحمام على ظهره. وبعد ما درجه الحراره الميه تغلي كويس، الشوربه تغلي كويس جدا الحمام، هنضيف الفلفل الاسود. وهنا الحمام كان معايا استوى، وضفت له الملح، مش بضيف ملح الا لما الحمام يستوي. شايفين لون الشوربه بقى عامل ازاي؟ والله العظيم حلوه جدا، وريحه الاكل كانت ماليه الدنيا ما شاء الله. الحمام طالع معايا من الشوربه اهوت زي ما انتم شايفين، مفيش ولا واحده فرقعت مني. ودلوقتي ابتديت اقلي للاوردر الاولاني اللي انا كنت بعمله، كان محتاج جوزين حمام، فانا كده قليتهم بقى بالشكل القمر اللي انتم شايفينه ده ما شاء الله. وده الجلاش انا سهيت عنه، بصوا الحمد لله انا لحقته. اما بكون بعمل حاجه مش بحب اتلاها في حاجه تانية، علشان خاطر بس انا بنسى كتير جدا جدا، مش عارفه ليه كده. بس الحمد لله لحقته وطلع باللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. ودي الفراخ، وديت كمان الحمام المقلي. وده كان الاوردر التاني، الكفته اللي احنا عملناها مع بعض، تبلناها مع بعض وشويتها بالشكل ده. شايفين اللمعه فيها مع انها لحمه مستورده، بس ما شاء الله لا نشفت مني ولا كشت مني ولا اي حاجه خالص، زي ما انتم شايفين كده اهوت. اللمعه فيها حلوه جدا جدا، واخده لون حلو جدا. انا حطيتها في الصينيه ودخلتها الفرن على درجه حراره. كان الفرن طبعا انا كنت مولعاه عشان عملت الجلاش وعملت الفرخه، فكان سخن جدا. فدخلتها الفرن وولعت عليها من فوق ومن تحت، لما اخد اللون استوت واخدت اللون معايا الجميل ده، وبعد كده طلعتها. وده الحمام صاحبته برضو عايزاه مسلوق، ده الاوردر ده كانت صاحبته عايزه الحمام مسلوق ما حمرتوش. وعملت كمان شويه رز بسمتي مفلفل جدا جدا، مفيش حبايه ماسكه في التانية. وما شاء الله الاوردر كان حلو جدا، والاكل كان جميل جدا، والف هنا على اصحابه يا رب، الف هنا على قلبكم جميعا. وده كانت وصفتي معاكم النهارده اوردر. حبيت اشارككم كده الشغل اللي انا عملته، واتمنى يا رب الفيديو كان خفيف على قلوبكم تكونوا استفدتوا منه. ودي الكفته شاركت معاكم الفيديو النهارده، كان يوم طويل بس الحمد لله عدى على خير، واشوفكم في وصفه جديده. مع السلامه.